ان شاء الله النهارده هنعمل طريقة السجق البلدي المحمر في الزيت بطريقة جميلة جدا وسهلة. تابعوني يلا خطوة بخطوة ان شاء الله هيعجبكم. النهارده هنعمل مع بعض طريقة السجق المحمر بطريقة جميلة جدا. هنا معايا كيلو الا ربع سجق بلدي، وهنا حطيت حلة فيها مية وحطيت فيها التوابل، حطيت ملح وكمون وفلفل، وهسيبها لما تغلي قوي وبعد كده احط فيها السجق. مجرد ما يغلي غلوة لمدة 3 دقايق اروح شايلاه وابتدي ان انا اقصه بالمقص، وبعد كده احمره في الزيت بطريقة جميلة جدا وسهلة وجميلة جدا. ودلوقتي المية غليت، هبتدي احط السجق. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم اسيبه يغلي لمدة 3 دقايق وبعد كده اصفيه وبعدين اقصه بالمقص واحمره في الزيت. كده تمام، غلي معايا اهو. هبتدي اطلعه. دلوقتي طلعت السجق، هبتدي اقصه بالمقص. وهنا حطيت طاسة هحط فيها زيت، مش هحط كتير، كده كفاية. وابتدي انزل بالسجق. دلوقتي هحط السجق. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي جبت طبق حطيت فيه مناديل مطبخ وهبتدي اطلع السجق. كده تمام ان شاء الله. طريقة سهلة وجميلة جدا لتحمير السجق البلدي، طريقة سهلة حلوة جدا. هحط في الطبق. ودلوقتي خلصنا طريقة السجق المحمر بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا وسهلة. جربوها خطوة بخطوة معايا على قناتي وصفات المطبخ. طريقة جميلة وسهلة، وياريت يا حبايبي تدعموني بلايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من إشعارات وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.